احسن حاجه بالنسبه ليا هي انني وقت ما ندخل داري نشم فيها ريحه زوينه، واللي جا عندي كيسولني اش هاد الريحه الزوينه اللي عندك في الدار. بمكونات بسيطه وموجوده في كل بيت غادي نشارك معكم الخلطه السريه ديالي باش كنعطر البيت وكتبقى الريحه ديالو زوينه لمده طويله. اول حاجه غادي ناخذ واحد القريعه اللي يكون فيها بخاخ، غادي نديرو فيها الماء، غنديرو فيها ملين الملابس اولا معطر الملابس اللي كنستعملوه في لاماشين، غادي نزيد 2 معالق صغار ديال بيكربونات الصوديوم للتعقيم، وقطرات من اي زيت اساس نتوما كتفضلوا اولا موجوده عندكم. وتمتعي ليا باحسن ريحه ممكن تشميها في دارك، ريحه النقاء والتعقيم وكدوم مده طويله. وهذا ماشي غير معطر الجو فقط، وانما حتى ديال الافرشه نديرو فوق السدادر، لي كانابي، الريدويات، لي فلور سيشي وحتى التيت دولي. وما نساوش نديرو حتى في الغطاء اللي كنتغطاو به. ايوا جربوها وردوا عليا الخبار. والوصفه الثانيه اللي غنشارك معاك هي اللي كنستعملوا مع الملابس اللي كنلبسوا، الشيلان، الغطاوات، وكتحيد حتى ريحه الغموله. وحتى هي سهله وما فيهاش بزاف د المكونات. غادي ناخذوا صابونه اللي تكون الريحه ديالها زوينه وكتعجبكم، غادي نحكوها في الحكاكه الغليظه اولا نقطعوها هكايا طريفات صغار ونديروها في هاد لي ساشي هادو اللي كيكونوا متوفرين. وكنديرها مع الشيلان اللي كنلبس، كتخلي ريحه زوينه. كذلك الملابس اللي كنستعملوا بشكل يومي، ونديروهم كذلك حتى مع الملابس اللي كنحتفظوا بهم في لي كوفر، ونديروهم كذلك حتى مع الملايات اللي كنحتفظوا بهم في الكوانات. هادو هما الطرق باش كنخلي ريحه زوينه في البيت وكذلك في الملابس. ما تنساوش حتى نتوما تشاركوا معايا في لي كومونتير شنو هو السر اللي كديروا.